الله ينور. وعليك يا استاذ مجدي. بقول لك ايه، انا بيتي اللي هناك ده عايزك تزق الميه كده وتوديها على البلاعه. عينيا يا استاذ مجدي اللي انت عاوزه. امسك، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا باشا. حاجه كده على قد الايد يا باشا الحمد لله وحد لاقي. ماشي، ربنا يقويك بقى. حبيبي يا استاذ مجدي، انا هخلص هنا واجي لك على طول. خلاص انا هستناك، ماشي. هتلاقيني واقف عند البيت. ماشي يا باشا. تمام حبيبي يا استاذ مجدي، مع الف سلامه. امور يا استاذ. بقول لك ايه، خد الفلوس دي وروح هات لي سجاير وتعالى. سجاير؟ سجاير ولا مؤاخذه يعني. ايه وانت ما سمعتش عن حاجه اسمها سجاير قبل كده؟ حضرتك انا يعني بزق ميه، بشيل زباله، بنضف قدام البيوت، لكن انت انت تروح تجيب سجاير انضف لك، روح هات سجاير يا ابني. لا يا استاذه احنا شغالين بالحلال الحمد لله. وانا بقول لك حاجه حرام؟ بقول لك هات لي سجاير، انت البعيد حمار. طب حضرتك ليه بتغلطي يعني؟ هو في ايه وانا عشان ساكت لك؟ سكت لي؟ انت تقدر تتكلم اصلا؟ انت شغال عندنا وبتلم زباله اصلا وبتنطر الميه وكمان هتتكلم معايا انا؟ انت عارف انا مين؟ يا استاذه ما يهمنيش انت مين ولا بنت مين، بس زي ما انا بقول لحضرتك انا مش هروح اجيب حاجه. خلصت كلامك؟ خلصت كلامي. روح هات سجاير بقى. حضرتك بقول لك انا مش رايح اجيب حاجه. ايه يا نور اللي موقفك هنا في الشارع واقف مع الراجل ده ليه كده؟ ما اعرفش، ده انا نازله لقيته عمال يقول لي ما توسعوا يا استاذه، وعمال يقول لي ادبوا عليا الزبال ده. والله العظيم ما حصل. يعني ايه والله العظيم ما حصل؟ يا باشا بس اتبلى عليك. كل ما بيشوفني نازله بيقعد يعاكسني. يا باشا افهمني، والله العظيم ما حصل الكلام ده. امال ايه اللي حصل يا اخويا؟ هتتبلى عليك يعني؟ والله العظيم مش هتتبلى ولا حاجه. الاستاذه وانا كنت بحوش الميه من قدام البيت بتقول لي روح هات علبه سجاير، وانت عارف يعني يا باشا اللي انا يا دوبك بنضف الميه والزباله اللي قدام البيوت بس. ايه؟ انا يا ابني بشرب سجاير. استنى انا بتكلم. بيتبلى عليا. استنى انا ايه بنت عمي بتشرب ايه؟ والله قالت لي روح هات لي علبه سجاير. بنت عمي اللي شايله اسمنا تشرب سجاير؟ يا استاذه بالله عليك اتكلمي. تكلمني انا، بس سيبك منها. اسكتي. تكلمني انا واقف هنا، تكلمني انا ما تكلمهاش ولا تقول لها كلام. انت هتتبلى عليها يالا؟ والله ما بتبلى يا باشا، انا ما اعرفهاش اصلا عشان اتبلى عليها. ما تعرفهاش؟ شايف البيت اللي وراك ده؟ ايوه يا باشا. عارف صاحب البيت ده؟ لا. يبقى ابوها، يبقى عمي. الراجل ده تقيل في المكان وتقيل في البلد، يعني ممكن يفحر لك مكان البلاعه ويحطك فيها تبقى بلاعه شبهها. هو انت بتعاملني كده ليه يا باشا؟ عشان انت سباك بتسلك مجاري، انت بتاع مجاري. بس الشغل عمره ما كان عيب. الشغل عمره ما كان عيب؟ الشغل عمره ما كان عيب. عمره ما عيب عندنا، لكن انت بتاع مجاري. طب لا مؤاخذه في الكلمه يا باشا، هو انت يعني لما ربنا يفتكرك يعني الف بعد الشر عليك هتقابل ربنا ازاي؟ هتقول له اللي انت بتاع مجاري ولا انت ابن بيه ولا انت وانت؟ اديك قلت لما نقابل ربنا وجه كريم باذن الله كلنا شبر في شبر، ما تقعدش بقى تحللها لنفسك. ما اللي انت ما تعرفوش يا باشا اللي انت ممكن تمشي خطوه من هنا تقع هوب من طولك. هوب تقع من طولي؟ ما وقعتش يا ابني، الاعمار بيد اللي قلت، مش بكلام. الكلام عمره ما كان بفلوس، ربنا عايز يفعلها هيفعلها في وقتها، مش ان احنا نقوله ونخلي ونسوي. انت ما تحكمش يا ابني في اعمار الله يا حبيبي. كل عيش عشان ما اذاكش. يلا يا بنتي، ولو بصيت لك تاني انا اللي هتصدر. خالصه؟ تمام يا باشا. خالصه ولا مش خالصه؟ تمام. ده داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل. لسه قايله؟ امور يا استاذ. بقول لك ايه، ما تروح بقى هات لي سجاير كده وكفاك ايه يعني؟ اهانه يا موزع. يا استاذه حضرتك انت ما شهدتيش شهاده حق، عشان برضو انت ظلمتيني. حضرتك جايه تطلبي مني تاني اللي انا اجيب لك سجاير، ولما الشاب دوت جه حضرتك انكرت كده وجبتي لي انا الكلام، لازمتها ايه يعني؟ يعني انت عايزني اقول قدام ابن عمي ان انا بشرب سجاير؟ يا ابني انت عايز توديني في داهيه؟ مش احسن ما تطلعيني انا اللي وحش يا استاذه؟ طب ما انت تسمع الكلام على طول وتروح تجيب لي الحاجه اللي قلت لك عليها، لكن تقول لي لا. نور بالذات ما حدش يقول لها لا، احطه تحت رجلي. هو لا مؤاخذه في الكلمه يعني هقول لك لا؟ وانت كنت مين يعني؟ انا كده انا مش حد يا عم، انا عبد من عبد الله. اللي حضرتك شايفاه يا استاذ. بس يعني بالله عليكي بعد كده تبقي اشهدي كلمه حق يعني. روح بقى هات لي السجاير. سجاير تاني؟ برضو مش رايح يا استاذ. انت عايز كويس ان الراجل جه تاني. ما تزودش في الكلام، قلت لك مع بنت عمي انا اعرف اتصرف.
ما هو انا كنت نازله وهو ابوكي ما بيشربش سجاير، اخوكي عنده 10 سنين بيدخن جديد ده ولا مش واخد بالي؟ انا كنت عايزه اجيب لك انت سجاير عشان خاطر تجيبي لي انا سجاير؟ هو اه انا من امتى بشرب سجاير؟ عشان انا عايزه اعلمك تشربها. الله يخرب بيتك، اطلعي فوق حسابنا بعدين. والله العظيم انت ظالمني. انا اطلعي فوق وحسابنا بعدين. حضرتك صدقتني يا استاذ، عرفت البنت عم حضرتك هي اللي كانت بتيجي تجر شكلي. لكن الشيء دوت انا حاسب عليك وحاسب عليك قوي، عشان بصراحه انا جيت عليك لان انا كنت مفكر بنت عمي ما بتشربش وطلعت بتشرب. انا اقول انت ما تقولش. حاضر. عشان انا قلت لك عمي ده راجل كباره ممكن يحطك في ايه؟ كليعه. فما تحط، خليه بص احطك في دماغي. الله يرضى عنك، انا جاي اقول لك اهو اعتذر لك ان انا جيت عليك. ولا يهمك. انت بستأذنك ممكن تكلم عمك ويشوف لي شغلانه تانية غير شغلانه الشارع دي. فيها استاذ انت هتاكلني ولا ايه؟ هفكر عشان انا جيت عليك. الله يخليك يا رب. على اخر الزمن العبد لله الفقير هيساعد واحد شبهك. يا باشا قول الحمد لله. ربنا يعني مقسمنا ارزاق لبعضنا، يعني كل واحد بيساعد التاني. مقسمنا ارزاق، مقسم ارزاق ربنا يعني. قسمنا طبقات مش ارزاق. اما حضرتك يا باشا بصراحه كده وقفتك ديت مخلياني متوتر مش عارف ليه. ليه وانا حاجلك ولا بقعد؟ ده انا ما بقعدش، انا مش مسؤول عشان اقعد ده انا. حاضر يا باشا. انت اقنعني يعني ايه واقف؟ انت وقفتك دي بتترشي في ايه؟ ولا حاجه يا باشا. ينفع اشوف شغلي طيب ولا محتاج حاجه تاني؟ المهم انت ما تزعلش. ولا يهمك يا باشا. انت اخويا يا عم مفيش اي حاجه. حبيبي انت طلعت بتضحك يا باشا. انا بهزر معاك، بخشك بمشهد كليشيه كده اشوفك حبيبي يا باشا، ما تديني 20 جنيه يعني. ربنا يخليك يا رب. هاتهم يا باشا. فلوس بنت عمي ما تخليش اقلب عليك. اما دي فلوس سجاير يا باشا، اعتبرها رأي في ولا تاخد معايا في الكلام ولا ايه؟ لا يا باشا ما تخليش اوريك وش التاني. لا خلاص خليك في الوش اللي انت كنت بتضحك فيه. خالصه 20 جنيه طيب. بقول لك ايه يا باشا؟ العب ليه؟ حاجه حبيبي يا باشا. اكلم لك عم انا بقى. مستنيك. ماشي. طب صاحبني يا ابني ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا. يلا سلام عليكم. مع الف سلامه. الحمد لله يا رب.